السلام عليكم ورحمة الله شباب. بعد أيام من تتويج المغرب بكأس العالم للشباب وبما أني في البرازيل، الإعلام البرازيلي يتغنى بإنجاز الرسوم الصغار ويتفاعل مع الحدث العالمي، واحتفى بالإنجاز المغربي بكلمات مليئة بالإعجاب والاحترام. الصحيفة البرازيلية تيها أو تيرا عنونت المغرب: يصنع التاريخ، يهزم الأرجنتين ويتوج بلقبه الأول. كذلك أشادت بالمهاجم ياسر الزبيري اللي وصف بأنه نجم المباراة النهائية بلا منازع، قاد منتخب بلاده إلى المجد. اللافت في التغطية البرازيلية هو أنها لم تكتفي بالإشادة بالأفراد، بل ركزت على الصورة الجماعية للمنتخب المغربي، روح الفريق، الانضباط التكتيكي والتماسك الدفاعي اللي قاد الحارس الخلاوي بتألق كبير. معظم وسائل الإعلام في البرازيل أظهرت احترام كبير للمغرب، واعتبرتها قوة صاعدة في كرة القدم العالمية وإعادة لرسم ملامح المنافسة بين القارات. الأمانة هذا شيء كبير. وكمتابع وإعلامي عجبني كثيرا الأسلوب البرازيلي، الأسلوب اللي يجمع بين الحياد الصحفي والإعجاب بالإنجاز وبين المهنية والاعتراف بقوة الفائز. هذا الاعتراف لا يخص المغرب وحده، بل يعطينا درس أوسع أن كرة القدم اليوم أصبحت من أدوات بناء الإنسان والأوطان. للدول التي جعلت من الرياضة جزء من هويتها وسيادتها الوطنية أصبحت تحجز مكانها بين نخبة دول العالم. فهنيئا للمغرب بهذا الإنجاز، وهنيئا للعرب والأفارقة بهذا الفخر، وهنيئا لكرة القدم اللي ما زالت تصنع المعجزات وتوحد الشعوب خلف راية الأمل. ورغم مرور أيام على تتويج منتخب المغرب بكأس العالم، لا زالت وسائل الإعلام العالمية تتناول الحدث وتبدي انبهارها بما قدمه هذا المنتخب العربي الافريقي، عن منتخب صنع الاعجاز، عن بلد بات نموذجا في كرة القدم الحديثة. لأن دولة بحجم البرازيل بالتأكيد تعي جيدا القيمة الحقيقية للرياضة وكرة القدم، وتدرك أن كرة القدم ليست مجرد رياضة، القوة اقتصادية سياحية ثقافية تسهم في تعزيز هوية الوطن عالمية، تروج لاسم البلاد، تستقطب الاستثمارات والسياح، توحد المجتمع بمختلف فئاته حول شغف وطني واحد. وكلنا نتفق أن لاعب كرة القدم يعد سفير لبلاده، يسوق لصورتها الإيجابية، يجسد روحها قيمها على الساحة الدولية، شيء خاص في الحقيقة ومميز في بلاد الكرة والمواهب. تجد البرازيليين ومعهم حتى الأوروبيين بالمناسبة والأفارقة والعرب جميعا يتحدثون بإعجاب عن منتخب واحد، عن المغرب. الإنجاز اللي تحقق مش إنجاز عادي، الاستثنائي بكل المقاييس. ولذلك كان لابد من الوقوف عند هذه الحالة المغربية الفريدة ومحاولة استخلاص الدروس والعبر منها. لكن أولا كمواطن ليبي، وثانيا كإعلامي ليبي عربي، أعيد أو أكرر التهنئة من القلب، تهنئة صادقة للشعب المغربي الأصيل، للاتحاد المغربي لكرة القدم، للمنتخب المغربي، كل العائلة الكروية المغربية على هذا الإنجاز التاريخي. عفوا، إلى هذا العمل المنظم، إلى هذا العمل الراقي المحترف اللي جعل من كرة القدم المغربية نموذجا يحتذى به على مستوى الوطن العربي وأفريقيا، ولا أبالغ إن قلت العالم. اليوم المغرب بطل لكأس العالم، وهذا ليس بالمفاجأة أبدا، لأن ما نراه اليوم هو ثمرة عمل طويل، استثمار مستمر، رؤية واضحة بدأت منذ سنوات. المغرب لم يصل إلى هنا صدفة، بل زرع فحصد، بنى البنى التحتية، طور مراكز تكوين، اهتم بالمدرب المحلي، أعطى ثقة للشباب، أسس منظومة إدارية تعرف ما تريد وتؤمن بأن النجاح لا يأتي إلا بالتخطيط والعمل. معذرا. اليوم نحن نعلم أن المغرب سيستضيف كأس العالم 2030، لا يمكن إلا أن نقول أن هذا التتويج العالمي في السنية أقل من 20 عام هو مؤشر واضح لما ينتظر المغرب من تألق أكبر في المستقبل. دعونا نلتفت إلى منتخباتهم في مختلف الفئات. هم أبطال أفريقيا في أكثر من فئة، رجال، شباب، وحتى سيدات. انظروا إلى نجومهم العالميين: حكيمي، بونو، صابري، زياش، نصيري، غيرهم كثير ممن رفعوا راية المغرب عالية في أندية أوروبا. لهم مثال الانضباط،
الاعتراف للإمام بالقدرات الوطنية. المغرب بهذا يؤكد لنا جميعا نحن العرب أن النجاح ليس معادلة فيزيائية معقدة، ولا هو سحر أو حظ. النجاح هو إيمان وعمل وإخلاص ووطنية صادقة. آمنوا بقدراتهم، كانوا أوفياء لوطنهم، وضعوا مصلحة المغرب فوق المصالح الشخصية، فكانت النتيجة أن أصبحوا اليوم على قمة العالم. كذا هو طريق النجاح: مراجعة، تفاني، تركيز، عمل ثم عمل ثم عمل. يعني من يعمل ينتج، ومن ينتج يصل، ومن يخلص للوطن فإن الوطن يرفعه عاليا. المغرب اليوم يقدم لنا هذا الدرس عمليا، فكل تحية لرجالات المغرب في عالم كرة القدم، من الفئات السنية وحتى المنتخب الأول، إلى الإداريين، إلى المدربين، إلى اللاعبين، إلى الجماهير. أنتم اليوم فخر لكل عربي وفخر لكل أفريقي، بل فخر لكرة القدم الجميلة. بعد كل هذا يبقى السؤال الكبير: هل من استفادة من التجربة المغربية؟ أليس من باب المنطق والعقل أن نستفيد من هذا النجاح؟ أليس التجربة المغربية الأقرب إلينا جغرافيا وثقافيا وإنسانيا؟ نحن نتشارك معهم في الأرض، في القارة، في التاريخ والهوية، فلماذا لا نقتدي بهم قبل أن نبحث عن دروس من أوروبا أو أمريكا اللاتينية؟ الإنسان المغربي والكوادر المغربية أقرب إلينا في الفكر والعقلية من الأرجنتيني والبرازيلي والألماني والإسباني. يحبون وطنهم، ونحن كذلك نحب أوطاننا. يتمنون الأفضل للمغرب، ونحن نتمنى الأفضل لبلداننا. يجتهدون لرفع راياتهم، ونحن نريد أن نرفع راياتنا. هم فقط آمنوا بأنفسهم، أحبوا وطنهم، أخلصوا لعملهم، لم يتركوا للصدفة أو المجاملة أو الجهوية أو المحاباة طريقا يعقلهم. كانوا جادين، مؤمنين بالمسؤولية، صادقين في العطاء، ونحن أيضا يجب أن نكون كذلك. كل من يجد في نفسه الكفاءة فليتقدم الصفوف، ومن لا يجدها فليترك المجال لغيره، لأن المنصب ليس غاية بل وسيلة للعطاء. وكل شيء زائل إلا الإرث، إلا السمعة، وما يكتبه التاريخ، والتاريخ لا يرحم. ما قد يبدو اليوم متعة في منصب أو جاه قد يصبح غدا كابوسا إن لم يكن مصحوبا بالإخلاص والكفاءة والنجاح. لذلك رسالتي الأخيرة إلى من يهمه الأمر: الكفاءة، الإخلاص، ثم العمل، فالعمل، ثم العمل، فالعمل. مكان للأنانية والنرجسية والعناد، تقديم المصالح الشخصية على المصلحة العامة. الرياضة ليست مجرد لعبة، الرياضة تبني الإنسان، تبني الأوطان. بصدق نتمنى من كل مسؤول في عالمنا العربي أن يعرف القيمة الحقيقية لكرة القدم، وأنها ليست فقط للترفيه. أخيرا، شكرا.